محافظة إدلب علاء الدين مراسل وكالة سوريا نيوز. أهلا بك يا علاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. وعليكم السلام، أسعد الله مساءك علاء. بالنسبة للتطورات في إدلب، يعني طبعا هدوء نسبي كذلك في إدلب ومعظم المناطق السورية، حدثنا كيف كانت البارحة واليوم الأوضاع بشكل عام في ريف إدلب؟ نعم، يعني في الحقيقة الأوضاع المسيطرة الآن في ريف إدلب هو جو العاصفة الثلجية والمطرية التي اجتاحت المنطقة، وهي الآن تجتاح المنطقة بغض النظر عن تسميتها إن كانت هدى أو زينة، لكنها فرضت حضورها على المواطن في الدفء وفضت بظلالها على النازحين وفي المخيمات إن كان على الحدود السورية والتركية وإن كان في الداخل، مما زاد في معاناة الأهالي. مخيم أطمة البارحة شهد سيول جارفة وسيول مطرية قامت باقتلاع خيم كاملة واقتلاع خيم كاملة وطيران أكثر من 90 خيمة كجو ليصبح سكانها من دون خيام. طبعا تشكر القيادة التركية على المجهود الذي قامت به والجيش التركي الذي قام بإخراج المتضررين من المخيم إلى الداخل التركي، ومنهم من قرر العودة من الدخول إلى الأراضي السورية. تلمنس وعدة قرى استقبلت النازحين. طبعا فرق الدفاع المدني كانت موجودة ولبت النداء. أيضا يعني هذه أوضاع المخيمات الآن درجة الحرارة تحت الصفر، أوضاع متجمدة جدا، الطرقات مقطوعة، يعني أوضاع في ظل نقص في المازوت والحطب وعدة أمور أخرى. أيضا لا ننسى مخيمات الداخل، مخيمات التي يقطن سكانها في الآثار الرومانية القديمة، ومخيم سرجلة وانشراح هي أيضا أوضاع مأساوية جدا. نعم. هل شهدتم تحليقا للطيران المروحي أو الحربي في ريف إدلب هذا اليوم؟ نعم اليوم ما انسطعت الشمس ولو لبضع ساعات قليلة جدا. حلق الطيران المروحي وقام بإلقاء براميل متفجرة في الريف الجنوبي، بالتحديد بلدة الهبيط التي شهدت إلقاء براميل متفجرة. أيضا استهداف لخان شيخون، يعني في حال صفيان الجو ولو ساعات أو لحظات، فإن الطيران سيغير على هذا الريف الجنوبي الذي يعتبر هو الأسخن في ظل التحليق المكثف واستهداف للريف هذا بالمدفعية والطيران الحربي والمروحي. نعم، علاء الدين مراسل وكالة سوريا نيوز حدثتنا من إدلب، شكرا جزيلا لك.